استنى، مش كل فاكهة لونها حلو تبقى ناضجة، في علامات لو عرفتها عمرك ما تختار غلط تاني. أنا أبو سرة للأكل، اختار القشرة الناعمة ومشدودة ولون برتقالي ثابت، والحبة تكون تقيلة في إيدك والسرة صغيرة ومقفولة. أنا برتقان العصير، اختار الحبة التقيلة في إيدك عشان تبقى مليانة عصير والقشرة تبقى ناعمة ومشدودة. أنا البطيخ، لو لقيت العرق الصغير جنب العود ناشف وبني فأنا مستوي، ولو البقعة الصفرا الكريمي واضحة تحت فأنا نضجت على الأرض كويس، ولو القشرة مطفية وسليمة اختارني. أنا الموز، لو لقيت لوني أخضر ما تقلقش أنا بكمل استوى لوحدي، ولو لوني أصفر ثابت فأنا جاهز للأكل، ولو في نقط بنية خفيفة سكري زاد وطعمي أحلى. استنى، أنا التفاح، اختارني ريحة حلوة من عند العود، دي علامة نضج، وخليك بعيد عن اللي ملمسه دهني، عمره قصير، وأي كدمة أو طراوة سيبها، ما تعتمدش على اللون بس، في مانجا بتبقى خضرة وهي ناضجة، اختبرها بضغطة خفيفة، طراوة بسيطة معناها النضج المناسب، لو لقيت أماكن طرية زيادة أو كدمات اختار حبة تانية. بص على العنب، الحبات تبقى مليانة ومتماسكة في العنقود، الطبقة البيضة الخفيفة على القشرة دي طبيعية وتحميه، لو الحبات بتقع بسهولة أو العود ناشف اختار غيره. بص على الفراولة، اختار الحبة لونها أحمر كامل، لأن الجزء الأبيض مش بيكمل نضج بعد القطف، القشرة اللمعة والورق الأخضر الفريش علامة إنها اتقطفت قريب. استنونا في الجزء الثاني، لسه في فواكه كتير، وما تنساش اللايك يا جميل.